ازاي تزود الوزن بتاعك من غير ما تزود الوزن بتاعك؟ افترض ان انت او انتي بتتمرني بال10 كيلو بايسبس وخايف تخش على ال15 علشان ده هيبوظ الاداء بتاعك او التكنيك او هيأثر على البرفورمانس بتاعك، فهتتمرن غلط ومش هتستفاد من التمرين. ولو انت كمان من الاشخاص اللي بتخاف من الوزن التقيل ان هي تتصاب وما تقدرش تتمرن بيه بطريقه صح، فانا جاي اقول لك النهارده على الحل، هو TUT Time Under Tension. وده اللي انا بحط العضله تحت وقت اكتر في العصر او التنشن اللي بيحصل لها، وده كمان بخلي العضله تكونتراكت اكتر في الوقت وانا بتمرنها. بلعب بايسبس كيرل وبتمرن بالدمبل بطريقه عاديه، ودلوقتي ال10 كيلو بجيب بيها 12 عده مرتاح، بس خايف العب ب15 اجيب بيها 4 عدات او الوزن بيكون تقيل عليا. والموضوع ده بيحصل للبنات او بيحصل للشباب اللي لسه داخلين الجيم. فجاي اقول لك دلوقتي على الحل، وهو انك تحط العضله تحت وقت اطول من الضغط، وعن طريق انك تخلي التيمبو بتاعك او الحركه بتاعتك ابطأ. وليكن مثلا وانا بطلع بالوزن فبطلع 1 2 3 4 وبعمل سكويز على الماسلز او عصر على الماسلز، وبعد كده برجع 1 2 3 4. كده انا استفدت من العده الاولى واستفدت من العده السلبيه اللي هي النيجاتيف بيك. وعلشان كده لازم تعرف ان التايم اندر تنشن من احسن التمارين او احسن اساليب التمارين اللي تقدر تتمرنها لو انت خايف انك تزود الوزن بتاعك او عندك خوف ورهبه من الوزن التقيل. كمان حاجه مهمه ومن فوائد الTUT ان هو بيخلي حاجه اسمها ماسل كونكشن، وانت بتتمرن بحركه بطيئه ده بيخلي فيه كونكشن بين المخ وبين العضله، فيخلي العضله بتاعتك يكون فيها تركيز اكتر والدم يوصل لها اكتر، فتبدا تحس ان هي شغاله، وده بيزود العضله وبيخليها تجرو. كمان من فوائد الTUT ان هو بيخليك تحس كل عده بتتمرنها، فانت بتحس كل عده، ده بيخليك ان انت تزيد اكتر وعضلاتك تكون مستفاده من التمرين بشكل 99.5%. علشان كده دايما اقول لك الTUT لازم تدخله في التمرين بتاعك، وبيحتاج وزن اقل شويه لان بتحس ان ال10 كيلو 15 كيلو.